القضية. السلام عليكم. حديثنا في هذه الحلقة هو عن الوقفة الاحتجاجية التي قام بها شبابنا وشيبنا وفتياتنا أمام السفارة الروسية يوم 21/5 في ذكرى يوم الحداد. كما أخبرني عدد من النشطاء الشباب أنه التفكير في إقامة هذه الوقفة قائم من سنوات، ولكن شبابنا وبناتنا ما كانوا حابين يقوموا فيها حتى لا يقفوا موقفا ضد تطلعات الأمن أو يثيروا مشكلة مع المسؤولين. وهذا موقف حقيقي يسجل لهم بمداد من ذهب كما يقولون. ولكن أوضاع الربيع العربي وتكرار الاعتصامات والاحتجاجات والمظاهرات في الوطن العربي وفي الأردن شجعت هذا النفر من النشطاء، وهم كانوا في البداية 20 شخص على فكرة بين شاب وبنت، اللي بدأوا يفكروا فعلا في إقامة هذه الوقفة الاحتجاجية، واللي سبقنا إليها الشراكسة في تركيا وفي نفس جمهوريات الوطن. فبدأ هؤلاء 20 يتصلوا مع أقاربهم أصدقائهم أخوانهم حتى يوسعوا القاعدة. بعد ذلك صاروا يعملوا اتصالات مع المسؤولين في الأمن العام وفي وزارة الداخلية. وجهوا بشيء من التردد في البداية، ولكن عندما شرحوا مجريات برنامجهم لهذه الوقفة احنا فوجئنا أيضا في المجلس العشائري بأنه جاءتهم الموافقة من جميع الجهات الأمنية ومن وزارة الداخلية. بدأت التحضيرات اللي استمرت 6 أيام بأنه حضروا باصات كبيرة لنقل الناس من الجمعية المركز إلى موقع الوقفة الاحتجاجية. أيضا صار في تحضير للافتات، واللافتات كتبت على فكرة ب4 لغات، كانت كلها تدعو إلى القضية، إلى إعطائنا حق العودة، وبتستغربوا أنه نسبة كبيرة منها كانت عن سوتشي، واللي قلت في الحلقة السابقة أنها فعلا مسألة شائكة. في اللغات ال4 حافظوا الشباب والبنات على الأدب، كانت مطالبهم كلها في حدود الأدب، ليس فيها أي مطلب عدائي. عدد المنظمين اللي أشرفوا على كل مجريات العملية بحدود 120 شخص ما بين شباب وبنات. تقاسموا وتوزعوا المسؤوليات من إحضار المياه وتقديم الحلفة وتنظيم الوقفة إلى الإشراف على تسيير الباصات. وعلى فكرة استعملوا بس 6 باصات، لأنه وهذا الأمر الجميل في الموضوع أنه كثير من الناس ما حبوا أنه يثقلوا على المنظمين، حضروا بسياراتهم وحضروا بالباصات ووسائل الاتصال الأخرى وركنوا سياراتهم في أمكنة بعيدة ومشوا. وأنا فوجئت شخصيا بأنه كان في ناس وصلوا سن 80 جاءوا ووقفوا مع الشباب والبنات. أمر آخر حرص عليه كل المنظمين وحرص عليه الناس اللي واقفين أيضا، هو أن تكون الوقفة صامتة، لم نسمع بصيحة واحدة ولا بهتاف معادي ولا بكلمة نابية، ما حدا دفش حدا. حقيقة كانت وقفة مفخرة
لكل من شاهدها ولكل من سمع عنها ولكل من أيضا شارك فيها. هلأ بالنسبة للصعوبات اللي يعني وجدوها المنظمين، أولها كان إقناع الجهات المسؤولة، منظمات أو مؤسسات العمل المدني اللي من ضمنها أيضا المجلس العشائري. وأنا أقول بكل صراحة في البداية ما كنا موافقين، لأنه كانت عندنا نفس تخوفات الآخرين، ولكن عندما جاءوا وشرحوا لنا ما ينوون عمله بالتفصيل وافقنا وتبرعنا لهم بمبلغ رمزي. وزعوا المياه ووزعوا الحلفة ووزعوا منشورات، وكانوا في منتهى اللطف والأدب والحزم والتنظيم. سمعنا من الصحف ومن التلفزيونات انه الاعداد كانوا بالمئات. مو صحيح. حقيقة انا يعني واستمعت الى من كانوا لهم تماس مباشر بالاشخاص الواقفين. وانا لما كنت اسمع في الجرائد او في وسائل الاعلام الاخرى عن المئات فكنت استغرب، لانه من عند قصر زهران إلى تقريبا الدوار الثالث كان في ناس. فبالتالي أنا سمعت الرقم على أساس أنه وصل إلى بحدود 1600 شخص. الآن ما يهمنا في هذا الموضوع هو ردود الفعل. كل ردود الفعل اللي سمعناها جاءت إيجابية 100%، وهذا يعني مؤشر على حسن التنظيم وعلى حسن الإعداد وعلى حسن التنفيذ وعلى الخلق العالي اللي تميزت به هذه الوقفة الاحتجاجية. ردود الفعل من كل الأطراف كانت راضية وسعيدة وتمتدح. حتى بعض ضباط الأمن قالوا بحياتنا ما شفنا تجمع على هذه الدرجة من التنظيم والرقي والأدب اللي صارت عليه هذه الوقفة. الطريف انه كان في 15 شاب وبنت ومعهم 10 مكانس تناوبوا عليها ونظفوا مكان الوقفة بأنظف مما وجدناه عليه. فهذه مفخرة أخرى أضيفت إلى منظمي العمل وجلهم من الشباب. حتى الذين صرحوا وأدوا بتصريحات إلى التلفزيون والصحف كانوا منتقيين وكان لهم دور معين إلهم سلفا. فلان بيحكي وفلان بيحكي وفلان وبس. فبالتالي هذا أيضا درجة أخرى من درجات التنظيم العالي. الانطباع السلبي الوحيد، خليني أقول يعني سلبي مش بهذه الدرجة من السلبية، إنما ما كان يعني كما يقال سعيد، هو سعادة السفير كالوغن سفير الفيدرالية الروسية اللي قال حبذا لو يعني أولا بدال ما يعملوا هاي الوقفة الاحتجاجية لو سلموني كتاب بالمطالب. وطبعا القصة الثانية أنه كان يوم سبت وإحنا ما كناش موجودين، فبالتالي كانت السفارة مغلقة. هذا طبعا يعني مع احترامي لسعادته لا ينفي الصبغة الرسمية والرمزية عن هذا التحرك وما هدف إليه. أهمية هذه الوقفة حقيقة مهمة جدا، وأهميتها تنبع من أنه وضعت خطة عمل أو أسلوب تعامل جديد في إحياء هذه الذكرى أكثر من مجرد إقامة الاحتفال السنوي بذكرى المذبحة وذكرى التهجير في 21/5 اللي كنا طبعا كل سنة نحييها نحن ونلقي الكلمات وإلى آخره. هذه الوقفة الاحتجاجية حقيقة إذا كان السنة هذه شارك فيها 1600، السنة الجاية أنا بتوقع 16000 وربما اللي بعديها يكون أكثر فأكثر فأكثر.
أتمنى لهذا التحرك أن يمد جذوره في الأرض حتى نرى ثماره فوقها. شكرا لإصغائكم، والى اللقاء في حلقة قادمة.